السلام عليكم، مرحبا بكم من وفاء كويزين. اليوم ان شاء الله نقدم لكم طريقه تحضير السلو او ما يعرف بالسفوف. للتحضير تنحتاجو سنجلان، تنحتاجو كذلك النافع، ذريعة الكتان، يلان، القرفة، السكر كلاصي، كذلك اللوز وكاوكاو. وما نساوش ان الطحين حتى هو تنحتاجوه اللي تيكون محمر من قبل. والزيت البلديه انا تنفضل الزيت البلديه. بالنسبه للوز انا خديت القليل منه، درتو يتسلق وحيدتو القشره ديالو ويتسقطر باش نقليه مزيان. اما العناصر الاخرى اللي ذكرت سابقا كلها كانت منقيه وتغربلات وطحنات مزيان. وبالنسبه للوز انا كنت استعملت النصف الاخر اللي كنت ما ذكرتش انه تحمر بالقشره ديالو، حيت القشره ديالو هي مهمه يدار بالقشره ديالو. هاهما العناصر كامله. نبداو ان شاء الله باش نخلطوا كل شيء. نبداو باش نخلطوا كل شيء. اي حاجه درناها خصها تغربل من قبل. للتذكير بالنسبه للسكر كلاصي يعني تيبقى الحلاوه ديال اي واحد، يعني ميمكنش نقول لكم شحال ديال السكر كلاصي، يعني تيبدا تشوفوا المقدار اللي يمكن لكم تزيدوا او حيت ماشي مشكل. يعني السكر كلاصي يمكن لكم تزيدوه من بعد ما تخلطوا العناصر كامله. تنخلطوا العناصر كلها مزيان وتنكبوا الزيت البلديه. انا تنفضل الزيت البلديه، كاين اللي تيفضل يخلط بشي زيت اخرى، انا تنفضل انها تكون الزيت بلديه يعني نظرا للصحه ديالها. بالنسبه لي انا تنبغي شويه ناشف، ما تنبغيش مزيت بزاف، تيبقى اختيار كل واحد واش يبغي مزيت واش يبغي ناشف واش يبغي بين وبين. المهم على حسب الرغبه، الزيت على حسب الرغبه ديالكم. تنخلطوا العناصر كامله من التحت حتى الفوق مزيان باش ما تيبقاش داك الكبيرات، حتى تشوفوا داك الكبيرات ما بقاوش يتخلطوا مزيان. واخيرا تنزينوا باللوز اللي كنا قلينا، تنزينوا بالسكر كلاصي الا بغينا. كما تلاحظوا هو الشكل النهائي ديال السفوف او ما يعرف بالسلو. ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو الفيديو وديروا جيم. ميرسي.